يبقى في عندنا معادله مظبوطه. لازم ابقى فاهم انا باكل ايه وبعمل طاقه قد ايه، لان الناتج من الاثنين دول لو سلبي يبقى اكيد الوزن هيزيد، ولو ايجابي يبقى اكيد الوزن هيقل. يمكن المشكله دي بس في رمضان بتبقى شويه عايزه نوع من انواع الترتيب المختلف شويه، لانه في رمضان احنا عندنا 16 ساعه صيام، يوم طويل جدا بدون شرب او اكل، والوقت المسموح من المغرب للفجر كلهم على بعض حوالي 7 ساعات. ودي الحقيقه يعني تقريبا تلت اليوم هو الوحيد المسموح فيه بالتعامل مع الاكل، فده اللي بيخلي فيه صعوبه شويه على الناس. من الاحساس بالاجهاد والعطش على مدار اليوم بنيجي وقت المغرب، او يعني معظمنا بيبقى بيسبق سلوكه وتفكيره، فبيحصل ان هو انا عطشان جدا، فكل اللي في دماغي ان انا عايز اعوض، اشرب ميه واشرب عصاير حتى لو بسكريات عاليه جدا، اكل بدون حساب. الانكباب على الاكل بالشكل ده مره واحده بيخلي دايما المحافظه على الوزن تبقى صعبه شويه في رمضان. بس حضرتك ضيفي طبعا على كده انه احنا في رمضان بنشوف شويه حاجات ما بتبقاش موجوده في المعتاد، يعني بيبقى في عندنا حاجه اسمها قطايف وكنافه وخشاف حلويات ومشاكل وحلويات الحلويات. ودي الحقيقه حاجات كاطعمه بتعتبر من الحاجات اللي سعراتها عاليه جدا. يعني عايز بس اضرب لحضراتكم مثال انه 100 جرام تقريبا من القطايف مثلا دي تحتوي ما يعادل حوالي 600 ل 700 سعر حراري على الاقل. مع العلم ان احنا يعني لما بنتعامل مع القطايف دي ما بتبقاش واحده ولا انا اتنين معلقتش يعني. على فكره عشان انا بحب القطايف، انا معلقتش. تمام، كلنا الحقيقه يعني بس دي كتير قوي 600 سعر حراري، يعني عشان يتحرقوا بعد كده ده عايزين لهم مجهود كبير عشان خاطر نحرقهم، وخصوصا ان احنا يمكن في رمضان زي ما حضرتك بتقول بنشوف القطايف والكنافه ما بنشوفهاش قبل رمضان، فبنيجي بقى بعد الفطار بنبقى تعبانين واكلين كتير عايزين نحلي، فبنقعد بقى ننقنق قدام التلفزيون وناكل وما بنحسبش حساب لبعد كده. المفاجأة بقى بعد رمضان ان نلاقي الوزن زاد بكتير بقى. انا عايز اقول لحضرتك انه الاحصائيات بتقول انه كل اسبوع من الاربع اسابيع بتوع رمضان بيحصل ان الناس اللي ما بتبقاش مركزه في اكلها بتزيد حوالي من نص ل 2 كيلو اسبوعيا. ده احنا بنتكلم على المتوسط من الناس، في ناس بيزيدوا اكتر من كده اسبوعيا، وفي ناس بيزيدوا اقل شويه على حسب تنظيمنا للاكل. بس هو ببساطه العمليه بس يا جماعه محتاجه شيء من الترتيب. يعني احنا لو عرفنا ازاي ننظم اليوم من البدايه من السحور، ده بيبقى اخر وجبه في اليوم، يعني خلينا نقول بدايه من وجبه الافطار لحد وقت السحور. لو قدرنا ننظم ازاي نتعامل مع الاكل والشرب ده مش هيبقى مشكله ابدا ابدا. لا يا دكتور، انا يعني انا عاوزه اقول لحضرتك بس ايه، ستوب هنا دقيقه. تمام. عشان انا من الناس، ويمكن ناس كتير جدا اتكلمت معايا في الموضوع ده، ان السنه دي خصوصا ان رمضان جاي في الصيف. تمام. فاحنا يعني هقول لحضرتك اللي يمكن مشاهدينا، انا مستنيه تليفوناتكم على فكره عشان تقولوا لي يعني بتفطروا ازاي وطريقتكم بعد الفطار ازاي، وايه الاسئله اللي انتم حابين تسالوها للدكتور اشرف. لكن خليني في البدايه اقول ان انا من الناس وناس كتير جدا من اصحابي وعيلتي احنا بنيجي نفطر ميه وعصاير، فبنفطر بناخد كميه سوائل كبيره جدا فما بناكلش، بعدها بشويه بنحس نفسنا جعانين وعاوزين ناكل فبنقعد ناكل كتير جدا، بعدها بشويه عايزين حلويات، مفيش تنظيم او مفيش زي ما حضرتك قلت السلوك بيسبق التفكير. يعني احنا ما بنقولش ان احنا رجيم ولازم نحافظ، ما بنفكرش في الكلام ده، عايزين نشرب سوائل، وخصوصا السوائل فيها سكريات عاليه، وزي حضرتك عارف طبعا سيدي العارفين ان السكريات بتتخن. هي انا ببساطه النظام بقى يعني اتعامل ازاي؟ بالظبط. هو يعني ببساطه يا جماعه المفتاح السحري لحل المشكله دي وخصوصا في رمضان هو شيء من التنظيم. يعني لو قلنا بس مثل كده سريع لطريقه اليوم ازاي يبقى مرتب. احنا عاده المفروض ان اول ما المغرب يدن بنكسر صيامنا على حاجه من السوائل، يعني يفضل طبعا ان هي نسبه الميه الاول، لان احنا لو شربنا عصاير خلاص بتتسد نفسنا عن شرب الميه. الميه المفروض ان المعيار بتاعنا على مدار اليوم يعدي 3 لتر ميه في اليوم. فبنقول لو احنا قسمناهم ان في حوالي لتر في وقت الفطار ولتر في وقت السحور ولتر فيما بينهما. بعد ما بنشرب ميه كويس بنقدر ناخد مثلا مشروب، خلينا نقول ان هو ممكن يكون عصير فاكهه بس بدون سكر، ممكن يكون مشروب من المشروبات بتاعه رمضان، ممكن يكون تمر هندي، ممكن يكون كركديه، ممكن يكون قمر الدين. بس كل الحاجات دي يا اما تحلى بالدايت سويت او من غير تحليه نستخدمها بالطعم الطبيعي بتاعها. المفروض ان احنا بنفصل فترة من 5 ل 15 دقيقة، من 5 دقائق ل 15 دقيقة تقريبا، ما بين كسر الصيام، ما بين